ذلك الجواد ولمن الذي أراه أمامي؟ اجلبه لي، إنه فرس جميل. إنه جواد أخي الإمام الحسين يا مولاي. أخي الحسين؟ رأس من هذا أيها الشمر؟ يا مولاي يا مولاي، ألم نخبرك؟ وهيحي لقد نسيت. إنه رأس العباس ابن علي يا مولاي. العباس ابن علي بن أبي طالب؟ بلى يا مولاي. وما كان شأنه في المعركة؟ لقد كان قائد القلب لمعسكر الحسين وحامل لواءه. العباس. إنني أرى جروح عميقة على ذلك الرأس. ضرب سيوف ورماح ونبلة في العين اليمنى. العباس أخيراً رأس العباس ابن علي بن أبي طالب بين يدي. وأين لواؤه؟ إنه مع الغنائم يا أمير. ائتوني به. فيجيء باللواء، وهو لواء أمير المؤمنين سلام الله عليه، حمله مع رسول الله صلى الله عليه وآله في أكثر من 80 غزوة، وعليه آثار الدماء وضرب السيوف وطعن الرماح. فيتعجب يزيد من ذلك اللواء بعد أن رأى آثار السيوف والدماء، ورأى مكانا لآثار كف كبيرة. إنه كف العباس. أبيت اللعن يا عباس، أبيت اللعن عباس، أبيت اللعن. كيف لا وأنت ابن علي بن أبي طالب؟ فقال يزيد: وكيف كانت قتلته؟ قال الشمر: كأنها شربة ماء يا مولاي. فقال خولة: يا أمير، كأنها لقمة طعام يا سيدي. كأنها حلبة صيد يسير إذن. فانتبه يزيد إلى فارس مطأطئا رأسه امتنع عن الكلام، فاقترب منه قائلا له: وما قولك أنت أيها الفارس؟ فلم يجب الفارس، فكرر سؤال يزيد مرة أخرى وأخرى. فقال الفارس: أإلي الأمانة يا مولاي؟ بلى، لك الأمانة يا رجل، تكلم ولا تخف. إذن والله يا مولاي، لقد برز إلينا قوم مرغوا الأرض بدمائنا، رجال أشداء كأنهم الصواعق، ولما برز إلينا صاحب هذا الرأس وهو رأس العباس ابن علي بن أبي طالب،
فررنا كالجراد أمامه بين يديه هارب أو مقتول. لقد وقف في الميدان يا سيدي، وقد دعا خيرة فرساننا للمبارزة، فلم يسلم منه أحد. ثم توجه إلى النهر وكشف الكتائب وهزم الفرسان، ولم يثبت له أحد حتى ملك الفرات بسيفه. إذن كيف قتل؟ وملأ القربة. إذن كيف قتل؟ مولاي، مولاي، قتل غدرا يا مولاي. ماذا؟ لقد أطلقنا عليه آلاف السهام فلم يركع، وأحاط به الجيش من كل جانب وصوب، فأخذوا يرمونه بالسهام والرماح والحجارة فلم ينكسر حتى قطعنا كفيه غدرا وضربناه بعمود من حديد على رأسه. عندها خر صريعا. سيدي، لم أرى بشجاعته أحدا من الرجال في حياتي إلا أبيه علي بن أبي طالب. هنا لما سمعت هذا الكلام زينب الحوراء بكت وناحت، ومعها الأطفال والعيال، وأخذت تنوح وهي تقول: ويلي بحماك جيت وقوم ردني أنا حرمة وادور خيال ابني بين الغرب يا وقت ذبني خايا والصوت طابع فوق متني خايا هاي العيال تريد والي والله خويا هاي العيال تريد والي والله والي وين اللي يقول الولد خالي خويا اقعد يا خويا وشوف حالي والله حالي نار العدو حرقت ذيالي يا اخوي والله نار العدو حرقت عبينا والناس تتفرج علينا والله والناس تتفرج علينا ولا نغار يفزع علينا اخويا والله لا نغار يفزع يطفينا من صياطهم نشقف بدينا خويا عقب الخدر ذاك ودلالي هي عقب الخدر ذاك يا ودلالي. وهنا تقدمت العقيلة زينب لتلقي بخطبتها العظمى التي كان لها وقع الصاعق على رأس الطاغية يزيد، وثبتت كاللبوة الغاضبة تصب الحمم على عرش الطغاة والجور، لتكون الصرخة الأولى القاصمة التي هدت عرش آل أمية وافتضاح أمرهم وإعلاء كلمة الله لتكون العليا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جدي سيد المرسلين. صدق الله وعده وبلغ رسوله. ويحك يا يزيد، أظننت يا يزيد حين أخفت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى. إن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فكت كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترخص عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكانت خطبة طويلة للحوراء زينب التي هزت الشام بمن فيها، وكانت هي لحظة الانقلاب الحقيقي لنظام الطاغية. ثم أمر يزيد الخطيب أن يصعد إلى المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين، لكن الإمام السجاد قاطعه قائلا: ويلك أيها الخاطب، وويلك يا يزيد، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. يا يزيد، أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب؟ فقال الناس: إذن له يا مولاي، فليصعد المنبر فلعلنا نسمع منه شيئا يا أمير المؤمنين. أذن له يا مولاي. ماذا تقولون؟ لعلنا نسمع منه يصعد المنبر؟ إنه والله إن صعد لم ينزل إلا بفضيحته وفضيحة آل أبي سفيان. يا أمير، وما قدر ما يحسن هذا الفتى؟ إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا أيها الناس. فلم يزالوا بهذا الحال حتى أذن له، فصعد الإمام سلام الله عليه المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله، وخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. فقد أفنيت القرون الخالية والأمم الماضية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا. أيها الناس، أعطينا 6 وفضلنا ب7. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة نساء العالمين، ومنا سبطى هذه الأمة، ومنا مهدي هذه الأمة. أيها الناس، أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني
أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ارتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع بالبيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين الناكثين القاسطين المجاهد أعدائه الغاصبين، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة نساء العالمين، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن المحزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن الضريح بكربلاء، أنا ابن مسلوب العمامة والردى، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء. فضج أهل الشام الذي أعماهم طمع الدنيا وطمعوا يزيد بن معاوية، وذلك الإعلام الأموي المقيت الذي أبخس حق محمد